الوحدة اللي عاملة لكم أزمة مش عارف عاملة لكم أزمة ليه، ودروسها اللي صعبة عليكم، وكلام كتير. قُلت لكم كلام كتير عشان ننزّل مراجعة على الوحدة التانية. إن شاء الله الفيديو ده هيطلّعك إنك فاهم الوحدة التانية بكل تفاصيلها وبكل التكات بتاعتها. إحنا كنا شارحين درس، بس المراجعة دي هتلم لك كل حاجة بإذن الله. هناخد الدرس الأول اللي هو المراية. الدرس الأول اللي هو المراية في الوحدة التانية معانا. بنتكلم إيه، المراية ديّة لمّا تيجي تنظر على سطح مَيّة مثلًا ساكن، هتلاحظ تكوّن صور للأجسام في الماء. يعني اللي أنت بتيجي تبُص كده على نَفْسك في المَيّة الساكنة ديّة، على بحر ساكن، هتلاقي نَفْسك يعني صورتك متكوّنة على المَيّة دي زي المراية كده. وكذلك تتكوّن صور الأجسام في الأسطح المصقولة اللامعة مثل المرايا. المرايا دي بنسمّيها مثلًا أسطح مصقولة. لو جيت وقفت قدام مراية هتلاقي إن صورتك متكونة أمامك كده في المراية، وسبب ذلك انعكاس وارتداد الضوء. إحنا هناخد بقى ليه وإزاي صورتك بتتكون على المراية مثلا أو لما تقف قدام مية. ليه سبب واحد اسمه انعكاس وارتداد الضوء. انعكاس وارتداد الضوء. فليه تعريف انعكاس وارتداد الضوء إيه هو؟ ارتداد الضوء في نفس الوسط عندما يقابل سطح عاكس. الضوء بيرتد في نفس الوسط اللي انت واقف فيه لما تقابل سطح عاكس. تمام. تمام. في بعض المفاهيم بقى مرتبطة بانعكاس الضوء وفي الدرس الأول، زي مثلا الشعاع الساقط والشعاع المنعكس وزاوية السقوط وزاوية الانعكاس. لو اتكلمنا الأول عن الشعاع الساقط فقلنا إن هو خط مستقيم مثل حزمة ضوئية التي سقطت على السطح العاكس. ده الشعاع اللي وقع. يعني مثلا عايزين بقى إيه، نشتغل بقى. هنشتغل بالقلم كده. هي بقى. فالشعاع الساقط ده اللي هو مثلا هنعتبر إن ده المراية. الشعاع الساقط ده اللي هو وقع كده. أنت مثلا واقف هنا، واقف في الحتة دي كده. والشعاع الساقط ده اللي هو بيقع على بيسقط على السطح العاكس اللي هو المراية مثلا. ده السطح العاكس اللي هو المراية. ما معنى السطح العاكس اللي هو المراية. الشعاع الساقط هو اللي بيقع على ايه، اللي بيقع على السطح العاكس اللي بيعكس الضوء تاني كده لمنطقة الوسط انت واقف فيها. انت فهمت ازاي؟ يبقى الشعاع الساقط ده اللي بيقع هنا من هنا مثلا. ده اللي بايه، بيرده تاني السطح العاكس علشان يتكون الصورة او يتكون الصورة اللي واقفة قدامها المراية. لذلك بنقول الشعاع الساقط هو خط مستقيم. خط مستقيم مثل الحزمة الضوئية التي سقطت على السطح العاكس. الشعاع المعاكس بقى هو خط مستقيم مثل الحزمة الضوئية التي ارتدت من السطح العاكس. مش احنا قلنا كده ده الشعاع الساقط وده السطح العاكس. اللي بيرتد بقى ده اسمه الشعاع المنعكس. اسمه حتى منعكس يعني بيرده السطح العاكس اهو. خط مستقيم برضو اهو. مثل الحزمة الضوئية التي ارتدت من السطح العاكس. ده الشعاع المنعكس. لو خدنا زاوية السقوط، ايه هي زاوية السقوط؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة سقوطه على سطح العكس. بص يا حبيبي، ده السطح العاكس اهو. زاوية السقوط بقى ايه هي الزاوية بتاعت السقوط؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام. ده اسمه مثلا شعاع ساقط مثلا نازل كده، او بلاش كده، استنى. الشعاع الساقط نازل كده، هتعمل عمود طالع من نقطة السقوط على سطح العكس. نقطة السقوط اهي، هتعمل عمود فوق كده. تمام. زاوية السقوط هي الزاوية دي. فهمت؟ زاوية السقوط هي الزاوية دي. هي الزاوية اهي، تعال بقى نفسرها. هي الزاوية المحصورة اهي، محصورة بين الشعاع الساقط اللي هو نازل ده اهو والعمود المقاوم اللي انا عملته ده من نقطة سقوط على سطح العكس. ده زاوية السقوط. ان شاء الله مفهومة. طب ما هي زاوية الانعكاس؟ زاوية الانعكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة سقوط على سطح العكس. ماشي. احنا مثلا عملنا ان قلنا ده زاوية ايه، ده الشعاع الساقط. هنعمل مثلا كده الشعاع المنعكس اهو. يبقى نمسح ده، نمسح ده بقى كده. ده الشعاع المنعكس. هنعمل عمود مقاوم من نقطة السقوط أو من نقطة السقوط على سطح العكس. دي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقاوم من نقطة السقوط. يبقى ده زاوية الانعكاس. يبقى دي زاوية الانعكاس. الانعكاس. ولو عملنا مثلا كده ان ديت مثلا الشعاع الساقط ودي زاوية السقوط. تمام. اظن اتفهمت، واظن التعريفات دي اتفهمت. لو مفهمتهاش عيد الفيديو تاني وهتلاقي نفسك فهمتها. واهم حاجة تكتب ورايا. اهم حاجة تكتب ورايا. ماشي.
يبقى هو حتى معمولة اهي عندك. ديت ديت مرآة مستوية اللي هي مثلا السطح العاكس، ده شعاع ساقط اهو، وده شعاع منعكس. الشعاع الساقط ده الزاوية بتاعته اللي هي دي هي زاوية السقوط، اما الشعاع المنعكس دي الزاوية ديت اللي هي زاوية الانعكاس، ودي نقطة السقوط. اظن اتفهمت ووضحت دلوقتي معانا. تعال نخش بقى على قانون الانعكاس في الضوء. ينعكس الضوء، قانون انعكاس الضوء، ينعكس الضوء تبعا لقانوني الانعكاس في الضوء. فمثلا ده هنعمل نشاط مثلا تحقيق قانوني الانعكاس في الضوء. هنجيب مرآة مستوية وورقة بيضاء ومجموعة من الدبابيس ومنقلة ومسطرة، وهنرسم خط مستقيم س ص ومش عارف ايه الكلام ده كله. هتلاحظ في الاخر تتغير زاوية الانعكاس تبعا لزاوية السقوط وتكون مساوية لها دايما. اهم حاجة دي ان زاوية الانعكاس بتتغير تبعا لتغير زاوية السقوط وتكون مساوية لها دائما. عايزك تفهم دي، ان زاوية الانعكاس بتتغير تبعا لزاوية السقوط وبالتالي تكون مساوية لها دائما. لو خشينا بقى على الاستنتاج فهنقول ان قانون الانعكاس الاول زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. انا عايز منك ده، ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. قانون الانعكاس الثاني، قانون الانعكاس الثاني بيقول لك الشعاع الضوئي الساقط المنعكس، الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمودي المقام من نقطة السقوط على سطح العاكس للمرآة تقع جميعا في مستوى واحد وهو مستوى الورقة، عمودي على سطح العاكس أو سطح المرآة. يبقى قانوني الانعكاس أو قانوني قانوني اللي احنا قلناهم قانون الانعكاس في الضوء، تعريفه ينعكس الضوء تبعا لقانوني الانعكاس في الضوء. خدنا ان قانون الانعكاس الاول زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، ده لازم تبقى حافظه. والقانون الانعكاس الثاني الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمودي المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس للمرآة جميعا بيقعوا في مستوى واحد وهو مستوى الورقة، عمودي بقى على السطح العاكس سطح المرآة. أظن الكلام واضح إن الشعاع الضوئي الساقط والمنعكس والعمود اللي أنا أقمته من نقطة السقوط كل ده بيقع في مستوى واحد. فبقول لك ما معنى ان زاوية سقوط شعاع ضوئي 30 درجة مئوية؟ أي أن الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس بتساوي 30 درجة. فهمت ازاي؟ وبقول لك ما معنى أن، يعني هات لي تعريف زاوية السقوط من الآخر. يعني زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط، وتكتب لي المعطى اللي هو مديهولك 30 درجة. في بعض الملاحظ المهمة، الشعاع الساقط عموديا على السطح العاكس بينعكس على نفسه. ليه الشعاع الساقط عموديا على السطح العاكس اللي هو زي ده كده مثلا ليه ينعكس على نفسه؟ هتقول ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي صفر، وده ما خدناه من قانون الانعكاس الاول ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، صح؟ طيب تعال نبص بقى على زاوية السقوط على زاوية الانعكاس. هو وقع كده عمودي، هنعمل عمود مقام. العمود المقام هيبقى على نفس المستوى العمودي الواقع الساقط ده، اذا مفيش زاوية، اذا بيساوي صفر، اذا ينعكس على نفسه. فبقول لك اذا كانت الزاوية بين الشعاع الضوئي الساقط والسطح العاكس 60 درجة فان زاوية الانعكاس 30 المكملة لها. يبقى الزاوية بين الشعاع الضوئي الساقط والسطح العاكس لو ساوت حاجة، لو قال لك عايز زاوية الانعكاس أو العكس فهتقول له المكملة لها دي 60، يبقى الانعكاس ب30. إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس ب80، عايز زاوية الانعكاس. وبقول لك بقى الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والشعاع المنعكس، مش السطح العاكس، قال لك والشعاع المنعكس بتساوي 80، عايز زاوية الانعكاس. آه زاوية الانعكاس هنا هتساوي 40. ليه هتساوي 40؟ حد يقول ليه؟ لأن احنا لو عملنا واستخدمنا كده القلم وقلنا إذا كانت الزاوية، هو قال لك ده سطح العاكس أهو، قال لك إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط مثلا، من شعاع ساقط كده والشعاع المنعكس كده بتساوي 80، عايز زاوية الانعكاس. قال لك ده كله 80، ده كله ب80، وعايز زاوية الانعكاس. تمام. زاوية الانعكاس تساوي 40. ليه؟ لأن انت هتعمل عمود في النص كده، ده تساوي 40 وده تساوي 40. تمام. زاوية الانعكاس بتساوي 40 وزاوية السقوط بتساوي 40 برضه. أظن اتفهمت. وأنا بقول لك استخدم مساحون الأراضي وعلامات طبوغرافية، جهازة خاصة في تحديد الارتفاعات والمسافات، وتعتمد فكرة عملها على إرسال الحزمة من أشعة الليزر ثم استقبالها مرة أخرى بواسطة المرايات والعدسات المزودة بها هذه الأجهزة، وبالتالي يمكن عمل قياسات دقيقة جدا لحسب
أو لحساب زمن رحلة أشعة الليزر زي ابن آمن ولا المصدر، سيبك منها ملهاش لازمة. لو خدنا بقى المرايا، يلعب انعكاس الضوء دور هاما في رؤية الأجسام وفي تكوين صور حقيقية أو تقديرية على الأسطح العاكسة. هناخد فرق بين الصورة الحقيقية والصورة التقديرية، بس أنا عايز أفهم حاجة، إن انعكاس الضوء ده ليه دور مهم جدا في الدرس ده كله. كنت بتكلم عن مقدمة عشان نخش على درس المرايات. ليه؟ لأن الضوء وانعكاسه بيلعب دور مهم جدا في رؤية الأجسام اللي أنت بتشوفها، ورؤية مثلا نفسك في المراية، رؤية تكوين صور حقيقية وتقديرية على الأسطح العاكسة زي المراية ومثلا المياه الساكنة. في الصور الحقيقية تنتج من تلاقي الأشعة الضوئية المنعكسة أو المنكسرة، ويمكن استقبالها على حائل وتكون عند استخدام مرآة مقعرة أو حدث محدب. الصورة التقديرية بقى تنتج من تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة والمنكسرة، وديت لا يمكن استقبالها على حائل، ودي تتكون عند استخدام المرآة المحدبة والعدسة المقعرة. على فكرة بيجي أسئلة كتير بيقول لك قارن بين الصورة الحقيقية والصورة المقدرة التقديرية. هتقولوا إن دي بتنتج ايه، ودي بيمكن استقبالها ولا لأ، وديت تتكون لما تستخدم مرآة مقعرة ولا العدسة المحدبة، وهكذا. أظن قدامك ايه وسهلة. تنقسم المراية نوعين: مراية مستوية ومراية كارية. المراية الكارية ديت بتنقسم إلى قسمين: محدبة ومقعرة. هناخد الأول المراية المستوية. المراية المستوية تكون صور للأجسام الموضوعة أمامها بسبب انعكاس الضوء. ولتعرف على خصائص الصورة المتكونة في المراية المستوية بنعمل نشاط كده. ده الشكل التوضيحي بتاعها. هنجيب مرآة وبطاقة مكتوب عليها مثلا كلمة ضوء، ونحطها قدام المراية. هتلاقي إنه في المراية الكلام مكتوب بالعكس. تمام. الملاحظة هتلاقي إن مثلا إن خواص الصورة المتكونة معتدلة، هي معتدلة تمام، مساوية للجسم. تلاقي نفس الجسم. معكوسة الوضع، الجانب الأيمن من الجسم يظهر جهة اليسار. بص الضوء حتى الكلمة معكوسة اهي، فيقول لك إيه؟ معكوسة الوضع. تقديرية يعني غير حقيقية، يعني تنتج من امتدادات الأشعة المنعكسة خلف المرآة. فاهم؟ بعد الجسم عن المرآة بتساوي بعد الصورة عن المرآة. لو جيت بصيت عن بعد الجسم عن المرآة، هو بيساوي بعد الصورة عن المرآة، نفس النظام. المستقيم الواصل بين الجسم وصورته عمودي على السطح العاكس للمرآة. لو جيت بصيت عن المستقيم الواصل بين الجسم وصورته عمودي على سطح عاكس للمرآة. تكتب كلمة إسعاف على سيارة الإسعاف معكوسة. ليه؟ علشان يراها قائد السيارات اللي ورا أو الجنب في المرآة مظبوطة، فيسرعوا بإخلاء الطريق. ليه؟ لأن أنا راكب مثلا عربية أهو، راكب عربيتي، تخيل معايا كده راكب عربيتي، وكلمة إسعاف دي بتبقى مكتوبة قدام على العربية، وببص كده في المراية لقيت كلمة إسعاف هي أصلا مكتوبة على العربية بالعكس، عشان تبان عندي في المراية اللي أنا مستخدمها في العربية تبان مظبوطة، فأسرع بإخلاء الطريق. ده سؤال علل مهم. هجيب لك مثال: وقف أحمد أمام مرآة مستوية على بعد 3 متر. تمام. احسب المسافة بين صورة أحمد والمرآة. أكيد المسافة بين الصورة والمرآة هي المسافة بين الجسم والمرآة اللي هي بتساوي 3 متر. عايز المسافة بين أحمد وصورته عندما يتحرك نحو المرآة 1 متر، يعني اقترب من المرآة 1 متر. هتقول له المسافة بين أحمد والمرآة هتنقص 3 من 1 بيساوي 2. إذا المسافة بين أحمد وصورته 2 و2 4، لأن قربت أحمد للمراية. إذا المسافة بين أحمد وصورته 4 متر، لكن المسافة بين أحمد والمراية 2 متر، لأن أنا قربت أحمد من المراية، لكن صورته هتكبر أكيد يعني. فكده يعني. دخلنا على المراية الكارية. هي مرآة يكون السطح العاكس لها جزءا من سطح كرة جوفاء. هي عبارة عن يعني ايه، مش مستوية، محدبة كده، فاهم؟ زي كده مثلا. في بقى مرآة مقعرة أو مجمعة، أو مرآة محدبة مفرقة. المرآة المقعرة المجمعة دي يكون سطحها العاكس أو اللامع جزءا من السطح الداخلي للكرة بؤرتها الأصلية حقيقية. أما المرآة المحدبة يكون سطحها العاكس أو اللامع جزءا من السطح الخارجي للكرة. ركز الحتة دي. بؤرتها الأصلية تقديرية. يمكن يقول لك كده قارن بين المرآة المقعرة والمرآة المحدبة، هتقول له مرآة مقعرة مجمعة، أما المرآة المحدبة مفرقة. المرآة المقعرة يكون سطحها العاكس جزء من السطح الداخلي للكرة وبؤرتها الأصلية حقيقية. أما المرآة المحدبة يكون سطحها العاكس جزء من السطح الخارجي للكرة وبؤرتها الأصلية تقديرية. في ملحوظة: تمثل المعركة أقرب مثال للمرآة الكارية، حيث يعتبر وقوعها الداخلي مرآة مقعرة أكيد، أما الخارجي محدب.
مفاهيم أساسية للمرآة المقعرة، ده المفاهيم اللي بتيجي كتير زي مركز تكور المرآة ونصف قطر تكور المرآة وقطب المرآة والمحور الأصلي والمحور الثانوي والبؤرة الأصلية والبعد البؤري. التعريفات دي كلها عليكم وكنا واخدينها قبل كده، فأنا هشرحها بسرعة، مش هفصل كتير عشان ما يتأخرش. مركز تكور المرآة نرمز له بالرمز م، ومركز الكرة التي تعد المرآة جزءا منها، يقع أمام السطح العاكس في المرآة المقعرة وخلف السطح العاكس في المرآة المحدبة. مركز تكون المرة ده بيقع أمام السطح العاكس أو يقع أمام السطح العاكس في المرآة المقعرة وخلف السطح العاكس للمرآة المحدبة. دخلنا نصف قطر تكون المرآة هي نصف قطر الكرة التي تكون المرآة جزءا منها، نق بتساوي 2 عين. نصف قطر تكون المرآة بيساوي ضعف البعد البؤري، عين ده اللي هو الضعف اللي هو العدد البؤري، نق ده نصف قطر تكون المرآة بيساوي ضعف عدد الايه البعد البؤري. بس يجي يقول لك عرف نصف قطر تكون المرآة، هتقول له نصف قطر الكرة التي تعتبر المرآة جزءا منها. لو خدنا قطب المرآة هو النقطة التي تتوسط السطح العاكس للمرآة الكارية، قطبه اللي هو النقطة اللي في النص. المحور الأصلي هو الخط المستقيم الذي يمر بقطب المرآة ومركز تكورها. المحور الثانوي بقى هي خط مستقيم يمر بمركز تكور المرآة وأي نقطة على سطحها خلاف قطب المرآة، يعني طبعا عن قطب المرآة ده محور ثانوي. البؤرة الأصلية مركز تجمع الأشعة المعاكسة أو امتدادها عند سقوطها متوازية موازية لمحور أصلي وتقع على محور أصلي. تكون البؤرة الحقيقية في المرآة المقعرة وتقديرية في المرآة المحدبة. البعد البؤري هو المسافة بين البؤرة الأصلية وقطب المرآة. ملحوظات مهمة: المرآة الكارية لها محور أصلي واحد وعدد لا نهائي من المحاور الثانوية. ليه؟ المرآة الكارية لها محور أصلي واحد ومحاور ثانوية لا عدد لها، لا عدد نهائي لها يعني. المرآة الكارية لها محور أصلي واحد لأن لها مركز تكور واحد وقطب واحد، ولها عدد من المحاور الثانوية لا نهاية لها لأن أي خط مستقيم يمر بمركز تكور بخلاف القطب يعتبر محور ثانوي. فهمت؟ يمكن معرفة نصف قطر التكور من الآلة الكارية بمعلومية البعد البؤري. علل، لأن نصف قطر التكور بيساوي ضعف البعد البؤري، احنا قلنا النق بيساوي 2 عين اللي هو ضعف العدد البؤري. خشينا عن المرايا المقعرة. تمام، أولا المرايا المقعرة، مش احنا قلنا مرايا الكارية مرايا مقعرة ومرايا محدبة، أولا المرايا المقعرة. أرشميدس استخدم المرايا المقعرة كسلاح ضد الأسطول الروماني حيث وضع عدة عدد مرايا مقعرة ضخمة في مواجهة أشعة الشمس، فتجمعت الأشعة المنعكسة في نقطة واحدة على أشرعة السفن، فتولدت حرارة شديدة أحرقت هذه الأشرعة فغرقت السفن. أما أرشميدس عمل كارثة إنه حط مرايا مقعرة كسلاح ضد الأسطول الروماني. تمام، حيث وضع عدة مرايات كده مقعرة ضخمة في مواجهة أشعة الشمس. أشعة الشمس طبعا تجمعت على هذه المرايا في نقطة واحدة على أشرعة السفينة فتولدت حرارة. كان في أسطول جاي على البحر كده، هو واقف مثلا على الشط وحط مرايات دي، وفي أسطول داخل على البلد بتاعته علشان يحاربه. فطبعا حط مراية، طبعا ده راجل عالم، حط مراية كان طبعا الحرب دي في الظهر، فحط مراية قدام البحر فتجمعت أشعة الشمس على المراية ديت فعملت ارتداد على السفن، فجت على أشرعة السفن اللي هي بتمشي السفينة عامة، اللي هي بتبقى عاملة زي الورق كده، فحرقت الأشعة ديت فالسفن غرقت. مسارات الأشعة الساقطة عن مرايا الكارية: في الشعاع الساقط موازي للمحور الأصلي ده ينعكس هو أو امتداده مارا بالبؤرة، المرآة المقعرة والمرآة المحدبة. تمام، الشعاع الساقط مارا هو وامتداده بالبؤرة ينعكس موازيا للمحور الأصلي. الشعاع الساقط مرا هو وامتداده مركز تكور ينعكس على نفسه. خواص الصورة المتكونة بالمرآة المقعرة: موضع الجسم بعيد جدا فيما لا نهاية. خواص الصورة بتبقى حقيقية مصغرة جدا. مكان الصورة عند البؤرة. تمام، تاني بس عشان نفهمك الحتة دي، خواص الصورة متكونة بالمرآة المقعرة، أنا بتكلم عن المرآة المقعرة. هو هيجيب لك مثلا سؤال يقول لك ما هو كان موضع الجسم بعيدا جدا فيما لا نهاية، اذكر خواص الصورة أو مكان الصورة، فتبقى أنت فاهم الحتة دي حاجة حفظ، يعني مش عايزة فهم، هي عايزة حفظ. فعامة يعني أنا مش هضحك عليك، احفظها. يعني سهلة. هو لو بقول لك موضع الجو كان موضع الجسم بعيد جدا فيما لا نهاية، ده الشكل التوضيحي اللي أنا مالكش دعوة بيه.
خواص الصورة هتكون هتقول لي حقيقية ومصغرة جدا ومكان الصورة عند البؤرة. طب لو قلت لك على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري، هتقول لي خواص الصورة حقيقية ومقلوبة ومصغرة ومكانها بين البؤرة ومركز التكور. طب ولو قلت لك على بعد يساوي ضعف البعد البؤري اللي هو عند مركز التكور مثلا، هتقول لي يعني خواص الصورة حقيقية ومقلوبة ومساوية للجسم ومكانها عند مركز التكور. حاجات دي حفظ كده صم، يعني هي خمسة مش كتير. الجسم على بعد أصغر من ضعف البعد البؤري، هتقول لي حقيقية ومقلوبة ومكبرة. مكانها فين يا عم؟ هتقول لي بعد مركز التكون. الجسم على بعد أقل من البعد البؤري، هتقول لي خواصها تقديرية ومعتدلة ومكبرة. طب مكانها فين يا عم الحاج؟ هتقول لي خلف المرآة. طيب علل ليه عند وضع الجسم على بعد يساوي البعد البؤري لمرآة مقعرة لا تتكون صورة. ده احنا قايلينها دي عشان الأشعة الصادرة من الجسم بتنعكس متوازية، وبالتالي فإن الشعاعين لا يلتقيان فلا تتكون صورة. الأشعة الصادرة من الجسم دي بتنعكس ايه؟ متوازية على طول، فالشعاعين ما بيلتقوش فبالتالي لا يتكون صورة. علل الشعاع الساقط مرا بمركز التكون انعكس على نفسه، لأن الشعاع عمودي على سطح المرآة فتكون زاوية الثقوب بتساوي زاوية الانعكاس اللي بتساوي صفر. لو عايز أعين البعد البؤري لمرآة مقعرة هنعمل شوية خطوات كده، اللي هو هنضع مرآة مش عارف ايه ومش عارف ايه. أهم حاجة الملاحظة والاستنتاج. الملاحظة تتجمع الأشعة الساقطة متوازية على المرآة بعد انعكاسها على سطح المرآة المقعرة في نقطة تسمى البؤرة الأصلية، والمسافة من المرآة والحائل تسمى البعد البؤري للمرآة. فاستخدامات المرآة المقعرة: كشاف الجيب الكهربي، في عارف الكشاف اللي بيتحط في الجيب، الكشاف العادي يعني كهربي اللي بكهرباء، ده من استخدامات المرآة المقعرة. المصابيح الأمامية للسيارات لعكس الضوء، الكشافات الموجودة من ممر هبوط الطيارات، الف... الفنارات البحرية لإرشاد السفن، في صالونات الحلاقة حيث يرى الوجه كاملا، الفرن الشمسي لأنها تجمع الأشعة في نقطة واحدة فترتفع درجة الحرارة بشدة فتعمل على طهي الطعام. ده كله من استخدامات المرآة المقعرة. ودخلنا بقى على المرآة المحدبة. تكون المرآة المحدبة نوع واحد من الصور مهما كان بعد الجسم عنها، تقديرية معتدلة مصغرة، ريحك خالص. على عكس المراية المقعرة، أي مكان خواص الصورة تطلع تقديرية معتدلة مصغرة. موضع الصورة هتقول خلف المرآة. شكرا. استخدامات المرآة المحدبة تستخدم في السيارات على يمين ويسار السائق. ليه؟ لتكون صورة تقديرية معتدلة مصغرة مما يساعد على كشف الطريق خلفه. بس الدرس التاني ان شاء الله ده هناخدوه في مراجعة تانية بإذن الله. يبقى احنا كده خلصنا مراجعة الدرس الأول في الوحدة التانية، ألا وهي المراية. يا رب تكون الدرس سهل ولذيذ عليك ولطيف، وده إن شاء الله مش هيطلع حاجة من امتحان بره اللي أنا قلته ده. بس مش عايز أطول عليك يا صديقي، أتمنى لك كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.